بعد العرض القوي المقدم لمحمد الشناوي من نادي النصر، أصبح على وشك الرحيل بعد رغبة اللاعب ورغبة الإدارة والمدرب، خصوصا إن الرقم المقدم ضخم جدا وإنت في أمس الحاجة ليه عشان تبرم صفقات قوية جدا على المستوى المطلوب الفترة القادمة. ولكن رحيل الشناوي مرهون بقدرة النصر بالتعاقد مع حارس عالمي زي ديخيا من المان يونايتد، وفي حالة عدم التعاقد مع ديخيا فالشناوي هيكون الخيار الاول لنادي النصر عشان يزامل كريستيانو وتاليسكا وبعض الاسماء الاخرى المتوقع انضمامها زي ساديو ماني. فطبعا لو سألتني عن رأيي في الصفقة هتلاقيني موافق وبشدة، خصوصا ظهور مستوى مميز جدا لحراس الاهلي ان كان مصطفى شوبير في ماتش نهائي افريقيا وده حدث كبير جدا، او حمزة علاء وتألقه في بطولة افريقيا للشباب وحصوله على افضل حارس في البطولة وده انجاز كبير جدا. طب واحد هيقول لي عامل الخبرة مهم جدا، خصوصا ان الاهلي داخل على ماتشات صعبة جدا ومنافسات قوية زي السوبر ليج الافريقي وكاس العالم وبطولة افريقيا. اقول لك الخبرة بتيجي من الاحتكاك القوي والماتشات الصعبة. الشناوي نفسه اول ماتش دولي رسمي ليه كان قدام الأورجواي وفي كاس العالم وبيلعب على سواريز وكافاني في عزهم، وخد افضل لاعب في البطولة، وقبلها ماتش ودي كان قصاد البرتغال وعمل ماتش كبير جدا. فيبقى نستفاد بالرقم الكبير للشناوي، وهو برضو يستفاد عشان هو يستحق، كان راجل ورفض عروض كتير في اوقات كنا محتاجينه فيها، وعشان الشناوي كابتن تاريخي للاهلي ورفع بطولات لا تعد ولا تحصى في السنوات الماضية مع الاهلي، فاكيد لازم يكون ليه حكاية، ومش بس حكاية، ده 1000 حكاية وحكاية. الشناوي كان صاحب الفضل بعد ربنا في حصولك على البرونزية كاس العالم للأندية 2020 لما لاعب بالميراس فضل يتنطط قدامه وفي الاخر قال له ايه ده؟ الشناوي كان ليه الفضل عليك في بطولة كاس مصر امام طلائع الجيش وكسبك بركلات الترجيح، وكان ليه الفضل في ماتش صن داونز هنا انه يطلع النتيجة 2-2 ويحافظ على فرصتك في الصعود ومن ثم حصد اللقب. الكابتن اللي يقدر يدافع عن فريقه لما يتعرض للاستفزاز والتعدي من الخصم، ويقدر يهدي الدنيا لما يكون حاجة ملهاش لازمة زي موقفه لما كهربا راح يهتف تاني مع الجمهور، راح وشد وزعقله. ده غير توجيهاته المستمرة للاعبين اللي دايما مخلياهم في حالة تركيز كبيرة. وعشان لكل بطل حكاية هقول لكم حكاية الشناوي. الحكاية بدأت في الحمول سنة 1988 لما اتولد الشناوي وبدأ حياته مع كرة القدم في نادي الحمول، وبعدها انضم للأهلي في موسم 2002 وهو عنده 14 سنة، واستمر مع الفريق الأول لموسم 2009، ولكن لصعوبة مشاركته خصوصا تواجد أسامي مرعبة في مركز حراسة المرمى الأهلي قرر يبيعه لطلائع الجيش لمدة 3 سنين، وطلائع الجيش طلعوا إعارة للإنتاج الحربي 2012 وبعدها طلعوا لحرس الحدود 2013 قبل ما بتروجيت يدخل ويشتريه رسمي من طلائع الجيش موسم 2013 ويستمر معاهم لموسم 2016. لعب خلالهم 82 مباراة وعمل ماتشات كبير جدا خلت إدارة الأهلي تفكر بشكل جدي في التعاقد عشان يكون بديل قوي لشريف إكرامي ويزود من التنافس بينهم، وبالفعل انضم للأهلي في موسم 2016 وبعد مستوى متدني جدا من شريف إكرامي قرر مارتن يول اعطاء الفرصة للشناوي وقتها. الشناوي عمل تصديات غير طبيعية ركبته على الصدارة واستمر في حراسة مرمى الأهلي السنين اللي فاتت من غير أي منافسة، وكمان حراسة مرمى المنتخب عشان يتقال عليه حارس مصر الأول وفي حتة تانية. الشناوي كان بيلعب جنوب افريقيا لوحده في بطولة 2019 في مصر وخرجت مصر على ملعبها من البطولة، والانتقادات طالت جميع لاعبي المنتخب باستثناء الشناوي. خلال ال8 سنين مع الاهلي حصل على 19 بطولة وبرونزيتين لكاس العالم، كان سبب مباشر في واحدة منهم زي ما قلنا في ماتش بالميراس، ده غير انه خد الدوري 6 مرات وافريقيا 3 مرات. متخيل الارقام؟ خد افضل لاعب في افريقيا، مش افضل حارس، لا افضل لاعب. متخيل الانجاز اللي صعب يتحقق من حارس مرمى مصري يحصل عليه في السنين الجاية. فنحب نشكر الكابتن على المسيرة الرائعة ونتمنى له التوفيق، ولكن قبل ما تقفل الفيديو اتأكد انك عامل لايك وشير وسبسكرايب واشترك في القناة، واشوفكم في فيديو جديد.